أهلا بيك في فيديو جديد. عندي سؤال ليك وعايزك تجاوب عليه. هل في يوم من الأيام كنت بتحلم تكون مليونير؟ طيب عندك بقى الفضول إنك تعرف إزاي تحقق كده، بس أنت مش متأكد إزاي تبتدي؟ أنا عايزك دلوقتي بقى ما تقلقش، أنت مش لوحدك. أنا النهاردة هقولك على 3 خطوات بسيطة تساعدك تحقق حلمك عشان تكون إنسان مليونير بإذن الله، حتى لو كنت لسه مبتدئ في عالم الفلوس أو حتى كان مرتبك قليل. مش طالب منك غير انك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وتكمل معايا الفيديو لغاية الآخر. أول خطوة لازم تعملها علشان يبقى معاك فلوس وتوصل للثروة، دايما بقولك حدد أهدافك وتكون واضحة قدام عينيك. يعني تقعد كده مع نفسك وتسأل نفسك السؤال ده: يعني إيه أكون إنسان مليونير؟ هل أنا بس عايز يبقى عندي بيت كبير؟ هل أنا نفسي أجيب عربية تكون غالية جدا؟ ولا نفسي أسافر حول العالم؟ ولا أنا بس بفكر إن أنا يبقى عندي حرية مالية لما اوصل لسن التقاعد؟ افتكر اهدافك اللي انت بتحددها دي، واللي طبعا لازم تكون قابلة للقياس، يعني ما يكونش كلام وهمي وخلاص. ده مفتاح هيحفزك دايما كل يوم ان انت تجري ورا اهدافك وتسعى لها مهما كانت صعوبات قدام عينيك. فاكر لما كانت في نظرية بتتكلم على تحديد الاهداف، نظرية السمارت، وان اهدافك لازم تكون محددة، لازم تكون قابلة للقياس، لازم تكون قابلة للتحقيق، لازم تكون ملائمة ليك، ولازم تكون محددة بوقت معين. الحاجات دي حاول كده ان انت تخليها ماشية مع اهدافك، بحيث ان انت تبقى عارف ان انت بتحقق هدف يكون واقعي ومحدد بوقت معين، وكل شوية تبص على هدفك ده وانت سعيد جدا وانت بتقدم فيه خطوات جديدة كل يوم عن اليوم اللي قبليه. فامسك ورقة وقلم، اكتب اهدافك، ومهما كانت الاهداف دي اكتبها وخليها قدام عينيك، طبعا بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وانك تطبق نظرية السمارت اللي هتكون مرشد كويس جدا ليك، وتكون متأكد ان الهدف اللي انت بتكتبه ده يكون مناسب. صدقني اكتر حاجة هتحفزك في حياتك ان هدفك يكون قدام عينك كل يوم، وان شاء الله حلمك ده يتحول لواقع. نيجي بقى للخطوة التانية. بعد ما خلاص حددت اهدافك، كتبتها خلاص، مقتنع بيها، جاء الوقت دلوقتي ان انت تعمل بقى خطة تساعدك ان انت تحقق اهدافك ديت. اول حاجة لازم تفكر فيها تعرف الفلوس اللي بتجيلك وتكتبها، وتعرف المصاريف اللي انت بتصرفها وبرضه تكتبها، فتحدد لنفسك كل شهر المصروفات بتاعتك وتبقى عارف فلوسك بتروح على ايه. طبيعي جدا لما تشوف الارقام كده كتير قدام عينيك من غير كلام ان انت تقلل نفقاتك اللي مش ضرورية. دي اكيد اول حاجة انت هتعملها. فلما تعمل لنفسك ميزانية تكون واقعية بان انت توفر بيها فلوسك بشكل منتظم، دي حاجة ممتازة. انا هنا مش بقولك تحرم نفسك، انا هنا بقولك عايزك تعيش وانت مبسوط، وفي نفس الوقت بتشوف حلمك وهو بيتحقق كل يوم ان شاء الله. والتوفير خطوة مهمة جدا لبداية الثروة. بعد كده هتلاقي نفسك بعد ما بيبقى معاك مبلغ كويس هتفكر في الاستثمار، ما انت نفسك فلوسك تزيد، وطبيعي الاستثمار من اوائل خطواتك اللي هتكون بتساعدك ان انت تعيش سعيد في حياتك ويبقى معاك فلوس كتير. المبلغ الصغير اللي انت بتجمعه بعد فترة طويلة هيبقى مبلغ كبير، وان انت تبتدي في الاستثمار دي خطوة ممتازة جدا، طبعا لازم تعملها زي ما قلت لك. وفي اكتر من طريقة ممكن تستثمر بيها فلوسك. حتى لو ما تعرفش اي حاجة عن الاستثمار ما تخافش، الاستثمار حاجة مش صعبة. كل اللي مطلوب منك اللي انت بس تشوف مستشار مالي تقعد معاه وتفهم منه ازاي تستثمر فلوسك. وطبعا يشرفني ان انت تكون موجود على صفحتي على الفيسبوك لو محتاج اي استشارة. المهم بعد ما هتوفر وبعد ما هتستثمر فلوسك هتلاقي بعد كده ازدهار في حياتك عمرك ما شفته قبل كده، وطول ما انت مركز على هدفك وحلمك بإذن الله هتحققه. نيجي بقى للخطوة الثالثة. مش محتاج اقولك لازم تكون واثق من نفسك وانت ماشي في طريق الثروة. اصلا كل خطوة انت هتعملها هتحفزك انك تكمل، فخطواتك الصغيرة دي حافز قوي جدا ليك. وكل فلوس انت هتوفرها هتقربك من حلمك، وانك كمان تحاول تستثمر في مهاراتك وتستثمر في خبراتك علشان قيمتك تزيد في سوق العمل. دي حاجة طبعا ممتازة. ممكن تعمل كده من خلال انك تقرا كتب او تقرا مقالات تتكلم عن الثروة والمال وعن الاستثمار. حاول تقعد مع ناس يكونوا ناجحين في المجال المالي، تاخد كده منهم خبرة وتستفيد كده من تجربتهم في الحياة. لازم تستغل اي فرصة حوالين منك علشان تطور من مهاراتك المالية والاستثمارية. في دورات كتير على الانترنت ممكن تستفيد بيها، ممكن تقعد مع ناس خبرة برضو يعلموك برضو الحاجات ديت. وزي ما قلت لك صفحتي على الفيسبوك لو محتاج اي معلومة او اي استشارة. انك تكون انسان متحمس للتعلم والتطوير المستمر
ده طريقك للنجاح المالي. حاول برضو انك توسع دايرة معارفك، لازم يكون عندك ناس كتير حوالين منك تتعلم منهم من تجاربهم وتستفيد من نصايحهم. وطول ما انت بتتواصل مع الناس الناجحة والمميزين في مجالك انت المستفيد، وده هيقربك وهيساعدك بشكل كبير جدا انك توصل للثروة والاستقرار المالي. التزم بالصبر والمثابرة او عدم الاستسلام، وافتكر ان طريق الثروة طريق طويل، فما تتوقعش انك عشان تكون انسان مليونير ده هيحصل ما بين يوم وليلة. واجه دايما تحدياتك بشكل متفائل، واعرف ان الاستسلام حاجة سيئة جدا. حافظ دايما على ايجابيتك وخليك واثق من نفسك، وده مفتاحك للنجاح اكيد. وافتكر ان كل خطوة صغيرة انت هتعملها هتقربك من احلامك. علشان تكون انسان مليونير ده حلم وممكن تحقيقه، مفيش حاجة مستحيلة حتى لو كنت لسه مبتدئ. خطط صح واشتغل بجد وخليك مثابر، ما تستسلمش وانت هتحقق اي حلم نفسك فيه. بشكرك جدا انك كملت معايا الفيديو لغاية دلوقتي. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لي كده تعليقك، عايز اعرف كده تجربتك بعد ما شفت الفيديو بتاع النهاردة. واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك فيديوهات جديدة اول باول. الفيديو اللي انت شايفه قدامك ده فيديو مهم جدا برضو ليك لو نفسك توصل للثراء وفي اسرع وقت ان شاء الله. انا متأكد برضو الفيديو دوت هيفيدك، يا ريت تتفرج عليه.